صباح الخير ويوم جديد، يوم سعيد عليكم إن شاء الله، وعلى كل اللي بيتابعني في أي مكان جوه مصر وبره مصر. حبايبي المتابعين، أهلا وسهلا بيكم. يومنا يوم جميل داخل المعمورة. هنشوف النهاردة المعمورة، وهنشوف حاجات كتير، وهنشوف شاطئ المعمورة أو شواطئ المعمورة، وهنشوف الأسعار، وهنشوف حاجات كتير. أسعار الدخول، هنشوف أسعار الشقق، أسعار الشاليات. جولتنا جولة جميلة النهاردة في المعمورة. حبايبي المتابعين، تابعونا للآخر، ويا ريت ما تنسوش دعمكم لينا على المجهود اللي بنعمله، وانتم وذوقكم. حبايبي المتابعين، زي ما احنا شايفين، احنا دلوقتي في شارع رئيسي من المعمورة، داخلين دلوقتي على الشاطئ. هنشوف بقى الشواطئ كلها، وهنشوف أسعار الدخول، وهنشوف ايه الخدمات اللي بتتقدم. منظر جميل، منظر روعة، يوم جميل زي ما انتوا شايفين، الشمس والجمال. طبعا الممشى اللي احنا ماشيين فيه دوت مداخل فيلل وشاليهات على البحر على طول. هندخل بقى الشاطئ زي ما احنا شايفين. طبعا هنا في المعمورة في نظام طبعا شاليهات لناس بتأجرها، بتملكها وبتأجرها. وفي نظام شركة المعمورة، ممكن تأجر من شركة المعمورة، وممكن تأجر من السماسرة. السماسرة هما طبعا ناس بتمتلك الحاجات دي وبتأجرها، فالسماسرة هما اللي بيمسكوها. طبعا ده للسكن في المعمورة. أما بالنسبة للأسعار، هنعرف كل حاجة، وهنعرف اللي على البحر بكام، واللي داخل المعمورة جوه بكام. هنعرف كل حاجة، وهنشوف الشواطئ. ده طبعا الممشى، ممشى على الشاطئ على طول. طبعا الممشى ده زي ما احنا شايفين، شاليهات وشقق وفلل خاصة كلها على البحر. وغير كده كمان الممشى طبعا معمول للناس تتمشى، للعجل، لل للركوب طبعا. العجل زي ما قلت لكم. معلش. زي ما احنا شايفين، ادي شاطئ من الشواطئ. بصوا القعدات، لو مش حابب تقعد على الرملة، عاملين قعدات على نجيلة، عاملين كافيهات مقفولة. وفي طبعا قعدات على الشاطئ على طول على الرملة. هنشوف بقى الدخول وبكام الأسعار. زي ما احنا شايفين، بصوا الشواطئ جميلة. في ناس بتحب ما تقعدش على الرملة، يقولك الرملة بهدلة، لكن طبعا البحر جماله هو بيبقى يوم حتى لو رملة بيبقى رملة ومية، وبيبقى يوم جميل. وفي ناس ما بتحبش كده، فعاملين لها طبعا قعدات على النجيلة زي ما احنا شايفين. ألعاب للأطفال دي داخل الشاطئ زي ما احنا شايفين برضو. طبعا حمامات رجالي وحريمي، غرف خلع ملابس. الكافيه طبعا فيه كل حاجة، مأكولات مشروبات. بصوا جمال الشاطئ، نظافة، نظام، يعني حاجة جميلة جدا. بصوا هنا بقى القعدات على الرملة زي ما احنا شايفين. بصوا الشماسي، ادي القعدة على الرملة، وادي مدخل الشاطئ. كل شمسية بعيدة عن التانية، في خصوصية، مش كل الشماسي لازقة في بعضها. طبعا شاطئ الرملة مساحتها كبيرة. هنا بقى الأسعار، اهي شركة المعمورة للتعمير والتنمية. زي ما احنا شايفين، أسعار دخول الشاطئ: دخول الفرد بالكرسي 50 جنيه، دخول الفرد بالكرسي 30 جنيه، خلع ملابس 3 جنيه. زي ما انتوا شايفين، دي الأسعار اللي احنا شايفينها. ممكن تعملوها سكرين تبقوا عارفين. رسوم إيجار شمسية 20 جنيه، يبقى مجموعهم 50. اللي هو الكرسي بالشمسية 50 جنيه. الترابيزة طبعا 10 جنيه، رسوم إيجار كرسي إضافي 10 جنيه. دي الأسعار. طبعا أسعار بتعتبر كويسة، مش غالية، ده في رأيي. وانتم
طبعا وزي ما تحبوا. انا بعرض لكم الشاطئ بالدخول زي ما انتم شايفين. وكمان اللي حابب بيأجر في المعمورة دي رسوم الدخول. طبعا اللي ماسك الشواطئ هي شركة المعمورة للإسكان والتعمير زي ما شفنا، هي اللي ماسكة الشواطئ. أما بعد الظهر بيبقى فيه كافيهات ملهاش دعوة شركة المعمورة، بيبقوا ماسكينها ناس تانية. الكافيهات بقى مش برسم دخول، دي بالليل من تقريبا من الساعة 7 الشاطئ خلاص بيقفل وبتفتح الكافيهات. طبعا الكافيهات برضو في منها على الرملة وفي فوق برضو خارج الرملة. ده الممشى زي ما قلت لكم. بصوا بقى هنا الشاليهات والفلل، ممكن تأجر فيلا كاملة لو انتم عيلة كبيرة او عيلتين ممكن تأجر شاليه. شاليهات على المية على طول. بصوا تبقوا شايفين المية، بصراحة حاجة روعة. طبعا المعمورة لها تاريخ كبير جدا في الأفلام طبعا والمسلسلات العربية، ياما شفناها ياما مثلوا فيها. كانت بتبقى من أجمل الأفلام وأجمل المسلسلات اللي بتتمثل طبعا في المعمورة. المعمورة جميلة وهي رمز من رموز اسكندرية. المعمورة ما بيروحش عليها الزمن، جميلة ريحها جميل. هنا بقى بوابة دخول تانية. بصوا كل الشواطئ أسعار واحدة، نفس الأسعار اللي شفناها في الشاطئ التاني. ده شاطئ تاني بصوا برضو نفس الرسوم، يبقى شمسية بكرسي بترابيزة 50 جنيه. خلع ملابس 3 جنيه زي ما شفنا. بصوا نفس الرسوم لأنها طالعة من شركة المعمورة. ما ينفعش شاطئ غالي وشاطئ رخيص، أي شاطئ من الشواطئ بتبقى بنفس الأسعار. بس شواطئ نظيفة جدا، قاعدة جميلة، خدمات موجودة طبعا زي ما احنا برضو شايفين. بصوا الجمال. هنا بقى المعمورة. بصوا هنا بقى ده يعني صف تاني من من البحر. برضو كل دي شقق بتتأجر. انتظروا الجولة الجاية والفيديو الجاي، هنعرف أسعار الشقق والشاليهات. حبايب المتابعين هنعرفكم كل حاجة في المعمورة. ده الجزء الأول للشواطئ. الجزء التاني لأسعار الفلل والشواطئ والشاليهات والشقق. انتظروا الجزء التاني قوي هيعجبكم، ويا رب تكونوا اتبسطتوا النهاردة من جولتنا على شواطئ المعمورة والجمال والجناين والزرع الجميل. واشوفكم الجولة الجاية، وما تنسونيش في اللايك، ولو جداد معانا اشتركوا بقى معانا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جولة جديدة احنا بنعملها في جولات اسكندرانية. جولات اسكندرانية هي دليل اسكندرية. واشوفكم الجولة الجاية. باي باي.